حرام عليك يا ابني. مراتك كويسة وطيبة وبنت ناس، بقى أول ما ربنا يفتحها عليك ويكرمك تروح تتجوز عليها؟ اخص عليك. طب وجاي لي دلوقتي ليه؟ جاي تقولي ليه؟ هعمل لك ايه دلوقتي؟ هو عشان تفهموا قصتنا ونحكيها من أولها، تعالوا بس الأول نسمي بسم الله ونصلي على النبي. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وعائلتنا تكبر معاكم. ويلا بينا نبدأ قصتنا النهاردة. أنا علا، عمري 33 سنة، متجوزة وعندي ولد وبنت، وعايشة مع حماتي في نفس الشقة. هي ست طيبة ومحترمة، وأنا بعتبرها زي أمي الله يرحمها. وبصراحة هي بتساعدني في كل حاجة، تربية ولادي. وولادي دلوقتي كبروا، ابني بقى عنده 8 سنين وبنتي 6 سنين. وبعدين يا مازن، احنا هنفضل كده لغاية امتى؟ احنا متجوزين بقالنا شوية، هو كل شوية تقولي انك هتخلص الموضوع وتطلق مراتك، بس برضه ما بتطلقهاش. بص بقى، ده اخر كلام عندي. انت بكرة تروح تطلق مراتك، واوعى تقولي خد ولادك. انا ماليش دعوة، انا مش هربي عيال غيري، ماليش دعوة. وانا هعمل ايه يعني يا سمر؟ اطلقها ازاي دلوقتي؟ لو قلت لها اني اتجوزت هتاخد القايمة والعفش. انا حابب ان هي اللي تزهق وتطلب الطلاق، وده كان اتفاقي معاكي من الاول. وبعدين انا لسه ما اتكلمتش مع امي ولا قلت لها حاجه. بقول لك ايه، الموضوع طول قوي، وانت لو عايز تزهقها كنت زهقتها من الاول. انت شكلك كده بتتلكك، كل شويه تقولي انا هخسر انا هخسر. طب وانا مالي؟ هعمل لك ايه يعني؟ انت النهارده اما تروح تحكي لامك على كل حاجه، ويا كده يا ما عنديش كلام تاني. امي، انا عايزه اتكلم معاكي في موضوع، بس محدش يعرف حاجه. وبعدين انت لازم تفهميني وتقفي جنبي تحت اي موقف. خير يا ابني، قلقتني. في ايه؟ تفتكروا مازن لما اقول لمامته ان هو اتجوز واحده تانية هي هتعمل ايه؟ ويا سلام بقى اما مراته كمان تعرف. ياه. اصبروا بس واعرفوا معايا، ده اللي هتعرفوا الجزء التاني. استنوني.